ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده مع بعضينا نعمل احلى مكرونه سباكيتي في السريع بشويه صلصه. 5 دقايق بس تعملي احلى مكرونه سباكيتي. اول حاجه هنعملها، هنجيب حله او صينيه كبيره، هنحط فيها ميه نسلق المكرونه ونحط شويه ملح معاها. اول ما تغلي الميه نرمي المكرونه سباكيتي ونقلبها على طول، علشان المكرونه سباكيتي اصلا بتلزق في بعضها. عشان ما تلزقش في بعضها هنقلبها على طول بالشوكه. يلا بينا نعمل التقلية لحد ما المكرونة تتسلق. هنجيب بصلة متوسطة نقطعها مكعبات، ونجيب طاسة نحط فيها شوية زيت لحد ما يسخن الزيت وننزل فيها بالبصلة. أول ما ننزل البصلة نهدي النار خالص، احنا عايزين البصلة تستوي ما تتحرقش. ما ننساش المكرونة نقلب فيها كل شوية. تعالوا بقى نجهز الصلصة. هناخد معلقتين كبار صلصة نحطهم في طبق ونحط عليهم حبة مية صغيرين خالص نخففهم بيها. القوام بتاع الصلصة احنا عايزينه ولا خفيف ولا تقيل. هنرجع تاني للمكرونة. كده المكرونة استوت معايا، هاخدها اصفيها في المصفاية وهفتح عليها المية بتاعت الحنفية عشان تخلي السخونة بتاعتها تهدى شوية. نرجع تاني للبصلة، حمرت حلو، هناخد منها معلقة دي نزين بيها وش المكرونة. بقى البصلة المحمرة هننزل بيها بالصلصة اللي احنا جهزناها، اللي هي بشوية مية فكيناها بس كده. ونحط حبة صغيرين ملح فلفل صغيرين خالص.
احنا مش هنخليها تتسبك، احنا هناخد غلوتين بس ونشيلها من على النار ونحط مكانها المكرونة على نار هادية خالص. وننزل بالصلصة حبة حبة بالتدريج علشان الصلصة بتدي لون اكتر من التقلية اللي احنا بنتقليها. ننزل بحبة ملح وفلفل صغيرين ورشة زيت عشان المكرونة ما تلزقش ببعضها. هنا يا حبايب قلبي ده بيخلي المكرونة حتى لو قعدت معاكي يوم كامل تيجي تسخنيها هتلاقيها مش شابكة ببعضها خالص، مفلفلة. وده اللي اتبقى من معلقتين الصلصة اللي احنا عملنا بيها المكرونة، فضل منيها حبة حلوين. تعال نغرف المكرونة بقى وبألف هنا وشفا على قلبك يا ست الكل. زين المكرونة بقى بشوية صلصة حلوين من فوق وشوية بصل المعلقة اللي احنا سيبناها لو انتوا فاكرينها.